احنا ما تخناش في يوم وليله عشان نخس في يوم وليله، صح؟ ادي نفسك نص الوقت اللي انت تخنتي فيه عشان تخسي فيه. يعني لو انت مثلا وزنك ده زاد في 4 سنين، ادي نفسك سنتين بس تخسي فيهم نص الوقت. ايه بقولك الكلام ده؟ في جروب رمضان السنه دي حصل حاجه، ودي اول مره تحصل في جروب من جروبات رمضان. اشتكوا ان هم بيخسوا بطيء قوي. قالوا لي احنا ملتزمين وبناكل نفس الدايت اللي انت اديته لنا، بس بنخس بطيء. فانا قلت لهم طيب قشطه، قولوا لي بالظبط الوجبات اللي انتوا كنتوا بتاكلوها. قولوا لي كنتوا بتاكلوا 1 2 3. قالوا لي كنا بناكل كذا وكذا وكذا. اراجع اللي هم اكلوه وقارنه بالدايت بتاعنا، الاقي ان هم اكلين اقل من نص السعرات اللي المفروض ياخدوها، اقل من نصها حرفيا. ما كانوش يا اكل نادر. قلت لهم حاجه واحده بس، هو ده الدايت اللي انا مديهولكم؟ قالوا لي لا، ما احنا اكلنا اقل منه، يعني المفروض نخس اكتر. لا، مش مفروض تخسي اكتر. اكلك لما يبقى قليل زيادة عن اللزوم عن احتياج جسمك بطريقة غير محسوبة، هيدخلك في موال، هيدخلك في مقاومة انسولين، هيدخلك في انيميا، في ضعف عام، بشرتك تبهت، شعرك يقع. ليه تدخلي نفسك في كل ده؟ عشان ايه؟ عشان حاجة اصلا مش هتديكي هدفها. يعني لو انت عاملة ده بهدف ان انت تخسي اسرع، مش هيحصل وهيبطئلك نزولك. لان طريقة الاكل دي، او ان انت تعملي ستريكت دايت قاسي جدا، لو كالوري لو كارب لو كل حاجة، ده مش بس هيخلي نزول وزنك بطيء، لان جسمك هيحس بالخطر وهيبدأ يحافظ ويمسك بايده واسنانه في الدهون اللي اوريدي موجودة. لا، ده كمان هيعلي معدل تخزين الدهون. يعني لو انتي كنتي بتخزني دهون بنسبة 30%، جسمك هيخزن دهون بنسبة 50%. ليه مفيش حاجة مستاهلة؟ وليه اصلا اعذب نفسي؟ ليه اعمل دايت انا شايفة ان انا مش هقدر اكمل عليه لمدة سنة؟ رقم 1 في اي دايت بيتعمل طبيعي، اي بلان طبيعية، ان انا اشوف انا هقدر امشي على الدايت ده قد ايه. لو لقيت ان انا لا الدايت ده اخري فيه شهر مش هقدر اكمل عن كده، يبقى الدايت ده مش مناسب ليا، بتعمليهوش، وهكذا. فرقم 1 في انك تخسي خسسان سليم بدون اضرار واصابات، هو ان انتي تاكلي اكل محسوب. ما اقصدش بيه كالوريز، ولكن اقصد كميات الاكل تكون كميات صحيه. ما اقولش اصلا انا هتغدى بمعلقه رز ومع البروتين وهتعشى بعلبه زبادي. يعني انا ده جنون، ده كده جنون مش دايت. انا عارفه ان الاحباط ساعات بيعمل اكتر من كده، انا عديت بكل التجارب دي، بس لازم يجي علينا وقت ونفوق لصحتنا. لان نزول الوزن مش نزول وزن وخلاص. لو انا بتمرن في جيم، لو انا بتمرن باوزان واتبعت الطريقه دي في الاكل، اكيد هيجيلي اصابه، اكيد هيجيلي اصابه، اكيد هيجيلي اوفر تريننج، اكيد. ما هو الاكل ده هو اللي بيدينا الطاقه اللي احنا ماشيين بيها وبنتحرك بيها. فالاكل ده مش مدينا ربع الطاقه دي، هنعمل ايه في التمرين وفي حركاتنا على مدار اليوم؟ ففكري فيها كويس واحسبيها. اي دايت تمشي عليه وتقرري انك تمشي عليه، بصي له كده وفكري، هل انا الدايت ده هقدر امشي عليه 3 شهور؟ لو لقيتي ان الاجابه لا، يبقى ملوش لازمه، متعمليهوش. بس كده.